عندِك طفل صغير ومش عارفة تأكّليه إيه، خصوصًا البروتين والخضار، بجد من الحاجات اللي بياخدوها بصعوبة. تعالي كده هندخّل لهم البروتين بطريقة خبيثة كده شوية، بس هياكلوها تكون أكلة طعمها حلو أوي وهيحبوها وبجد يعني مش قادرة أقول لِك جميلة قد إيه، صحية جدًا ودي أهم حاجة. معايا بصلاية صغيرة أو نُص بصلاية، افرميها كده أو قطّعيها صغيّر على قد ما تقدري. معايا كمان واحدة من الكوسة وواحدة من الجزر وكمان معايا بطاطساية صغيّرة. أنا مش عايزة أزوّد نشويات كتير، أنا مزوّدة الحاجة اللي هي مفيدة. قطّعي الخضار اللي أنتِ حابة تحطّيه، أهم حاجة تقطّعيه صغيّر أوي. أنا ما حبيتش أعمل تشكيلة خضار كتيرة لإن أنا عايزة الطعم يكون يعني ما ادخّلش حاجات كتيرة عشان الطعم يكون مميز، يعني كل مرّة بقى آجي أزوّد حاجة، عشان خاطر يبقى في اختلاف، مش أدّي كل اللي عندي مرّة واحدة. قطّعت كل الخضار زي ما أنتِ شايفة. معايا بقى قطعة من البانيه، حُطّي بقى البانيه، قطع من الوراك مخلية، لحمة مفرومة. البانيه هنا هندخّله بالطريقة اللي هاقول لكم عليها دي، وهي استحالة هتبان، هتدّينا طعم وفايدة، طعم حلو أوي. قطّعيها أهم حاجة تكون تقطيعة صغيّرة على قد ما تقدري. معايا بقى هنا اللي أنتم شايفينه ده قطعة سمنة بلدي صغيّرة، يعني على طرف المعلقة كده حطيت شوية سمنة بلدي، بلدي، ما فيش ما تحطّيش أو حُطّي شوية زيت زيتون، عايزين حاجة تكون طبيعية. الوصفة دي تقدري تدخّليها لابنِك من قبل سَنة، من قبل سَنة ما فيهاش أي ضرر وجميلة ومفيدة أوي. وقطّعت كل الخضار، خدت كده على حطيت على السمنة البانيه فقط، أي بروتين. هاقلّبه بس كده وأدّي له تشويحة وهانزل بكل الخضار اللي أنا قطّعته والطماطم كمان. ومعايا بقى هنا 5 معالق مكرونة ودي النشويات اللي إحنا هنضيفها. طبعًا المكرونة تكون صغيّرة، النوع الصغيّر ده زي ما أنتم شايفين، ولو عندكم أصغر. إحنا عايزين كل المكونات تكون سهلة، إحنا هنسويها كويس أوي وتكون سهلة في البلع. وكمان هتكون سهلة في الهضم، فاهمين؟ وصفة حلوة أوي، أوي، أوي. الوصفة دي كمان مناسبة للناس اللي عاملة دايت، حاجة كده آخر حلاوة. التوابل بقى اللي هتخلّي الوصفة مميزة معانا. حطّي كده على طرف المعلقة كاري، بابريكا على طرف المعلقة، حاجة بسيطة أوي لا تُذكر. توم باودر، بصل باودر، فلفل أسمر، شوية كمون صغيّرين. التوابل شوية فلفل أسمر، اضبطي الملح زي ما أنتِ عايزة، وأي نوع في التوابل مش عندِك ما تحطيهوش مش مشكلة. أهم حاجة إحنا عايزين الطعم يكون حلو والفايدة تكون عالية. حطي كل المكونات وغطيها بالمَيّة على بعضها، كل المكونات زي ما أنتِ شايفة حطيتها وغطيتها بالمَيّة، ولا هاسلق ولا هاحمّر ولا هاسبِّك. أكلة سهلة وسريعة أوي، أوي، أوي. غطّي المكونات بالمَيّة وغطّي ال الط الصينية كده على البوتاجاز لحد ما تستوي. وعايزة تزوّديها شوية شوربة في أي وقت أو شوية مَيّة مش مشكلة، زوّدي براحتك، عشان خاطر يكون فيها شوية شوربة كده بتسهّل طبعًا البلع في الآخر وبتخلّي طعمها حلو. الشوربة بتاعتها طعمها حلو أوي. الوصفة دي جميلة أوي، حلوة للأطفال معاكِ من أقل من سَنة. زي ما أنتِ شايفة كل المكونات طبيعية مفيدة ما فيهاش أي حاجة مُضرة. هتعجبِك أنتِ كمان وهتعجب كل البيت.